المفروض تقول ايه وانت في خيمه الفنانين في ميدان التحرير؟ احنا وجودنا هنا بيأكد ان الثوره مستمره، الثوره ما انتهتش. والحقيقه انا بعتبر النهارده يوم 12 فبراير، مش ما احناش في يوليو، لا احنا ده اليوم رقم 19 واحنا بنكمل ولازم يحصل تغيير ان شاء الله. وانا متفائل جدا. المنظر اللي بره، التجمع اللي بره، كل ميادين التحرير عبر جمهوريه مصر العربيه بتاكد ان الثوره مستمره، وان شاء الله لن نتراجع الا لما يسود العدل وتبقى المطالب فعلا حقيقيه وتتحقق ان شاء الله. مع الرام والسينائيين ومعروف مواقفك الجامده جدا، يعني تقول ايه للشعب المصري من خلال فنانون النهارده؟ بدعوهم يوم الاحد يكونوا كلهم عند مسرح فيصل ندى عشان نمنع فلول النظام انهم يرجعوا للمجلس، وبتمنى ان اللي احنا عاملينه ده يجيب نتيجه جديده. تقولي ايه الفنانين اللي قاعدين في بيوتهم قال لهم عيب المصريين، عيب عيب عيب، طول عمركم تفضلوا في النظام، انزلوا وشاركوا. مصريين مصريين مصريين. شهيرة، تقولي ايه بقى الشعب المصري اللي كان دايما يقول على الفنانين مش بيشاركوا مش حاسين بينا؟ احنا اهو الفنانين اللي بيشاركوا وقاعدين في ميدان التحرير، وديكم شايفيننا على طبيعتنا جدا، واحنا مع الشعب، واحنا صوت الشعب، واحنا نبض الشعب، واحنا احساس الشعب، واحنا الفنانين الصح. وما تاخدوناش بذنب الفنانين العملاء بتوع مصطفى محمود، لا احنا كلنا بنجومنا باساتذتنا بكبارنا اللي بنستفيد منهم، اللي الشعب يفتخر بيهم. احنا معاكم ومش هنمشي من هنا غير ما ان شاء الله نوصل لحلول كويسه جدا. هاني، تقول ايه في اللحظه اللي انت فيها دي لفنانونا؟ اولا انا دلوقتي فخور جدا بنقابه المهن التمثيليه قوي قوي قوي، بقى ليها موقف سياسي. انا امبارح لما اتبعتت لي الرساله بتاعت النقابه بصراحه انا فخور ان النقابه بقى ليها موقف سياسي. تقريبا اعضاء المجلس اغلبهم هنا، فنانين كتير كلهم هنا، دي عشان نشارك في هذه اللحظه التاريخيه. احمد خليل، انا عارف انك ما بتحبش تصور بس لحظه تقتضي ذلك، تقول ايه؟ اقول النهارده يوم تاريخي، وانا سعيد بالناس اللي موجوده من النقابه وبالنقابه وبالمجلس الجديد اللي هو بقاله موقف ظاهر وواضح. وعايز اقول للناس يعني ما تقلقوش، الثوره قائمه ولن تعود الى الخلف. تقول ايه للناس وانت قاعد دلوقتي؟ اقول كله خير ان شاء الله، باذن الله هتكمل وهنوصل للي احنا عايزينه باذن الله من غير نقاش. شويه عم الوزير، تقول ايه لفنانونا وانت واقف دلوقتي في ميدان التحرير؟ اقول ايه لفنانونا؟ بقول ان دي الفنانين من اول يوم في التحرير، يعني كثير منهم في التحرير من اول يوم الثوره لحد دلوقتي. واقول ان ده تجمع بالتاكيد اكبر تجمع للفنانين بعد الموقف الرائع اللي عمله مجلس نقابه الممثلين الجديد، وان احنا بنحاول نعيد الدور السياسي لنقابتنا وانضمامنا لجماهير مصر. شكرا يا استاذ حمد. بس عايزين نوسع بقى قدام الشيخ هنا. عامل ايه؟ عشان نخليها هنا عشان ما حدش يقع. يا احمد ابراهيم. انا خليل بس تقول ايه الفنانون وانت واقف وسط جماهير ميدان التحرير؟ يا محمود، تقول ايه اللي على قلبك؟ بقول ان احنا جايين عشان الثوره تكمل. الثوره لسه ما خلصتش، المطالب بتاعتنا لسه ما اتعملتش، التسويف والمماطله شغالين على اعلى مستوى. فاحنا كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، البلد هتروح مننا، ربنا يستر. شكرا يا استاذ خليل. دكتور احمد سفسوخ، في اللحظه التاريخيه اللي كل مصر في ميدان التحرير، تقول ايه للشعب المصري والفنانين؟ اقول للشعب المصري ان الثوره لم تكتمل، هناك شكل من اشكال الالتفاف على هذه الثوره. الشرعيه الدستوريه لم تعد تنفع الان، يجب الاحكام يعني تتبع الشرعيه الثوريه. انت عندك المجلس العسكري وعندك مجلس الوزراء شرعيتهم شرعيه اعتباريه، يعني الشارع المصري ميادين التحرير في كل مكان اعطتهم هذه الشرعيه الاعتباريه، لكن الشرعيه الثوريه الحقيقيه قراراتها تؤخذ من الشعب من ميادين التحرير. نحن نطالب
يعني بأحكام سريعة لقتلة الشهداء من مبارك إلى أصغر بلطجي في مصر حتى تتحقق أهداف الثورة، وهذه هي القضية الأساسية الآن وفي هذه اللحظة. شكرا دكتور ألف شكرا. أشكرك يا حبيبي. أشكرك. الفنان ياسر صادق في اللحظة دي تقولي للشعب المصري؟ أقول انفجروا أو موتوا، رعب أكبر من هذا سوف يجيء. الثورة أولا، الثورة لن تنتهي، الثورة هتروح، الثورة هتروح. لازم كل واحد ينسى حزبه وينسى ائتلافه ويفتكر مصر وينزل متوحدا مع مصر. مصر والثورة قبل الدستور، قبل الأحزاب، قبل الانتخابات، قبل الرئاسة، قبل التورتة، قبل أي حاجة. انفجروا أو موتوا. حبيبتي الفنانة نوى العمروسي تقول ايه للفنانون في اللحظة دي؟ مش هتتكلم معانا؟ الشعب يريد اسقاط النظام يا معلم، النظام ما سقطش، حكوا علينا. قولي للفنانين يا معلم. اللي داق الموت ما بيرجعش منه، واللي داق الحرية ما بيرجعش منه. شكرا يا مدام نوى. اتفرجي بقى صاحبتك نوى، انا هتخشيني صاحبتك بقول لها دفعتي بتقول لي ازاي؟ قلت لها طب حاولي الحقيقه هي طلعت من الاولى، كانت